محمود طاهر في التقرير، وهو قال بشكل قاطع انا مش وافق على اللي خدته لجنه الانديه امبارح من موضوع الغاء الهبوط. معانا رئيس لجنه الانديه المستشار مرتضى منصور. مساء الخير يا فندم. مساء الخير يا كابتن حازم، ازيك؟ اخبار حضرتك ايه؟ كله تمام؟ لا انا مش مبسوط. ليه بس؟ ما بحبش الاستهبال. ما بحبش الاستهبال ولا الاستعباط. انا حزين من مجلس اداره النادي الاهلي. هذا المجلس اللي وانا في الزمالك يمكن ما فيش برنامج طلعت فيه ايام انتخابات الا ما دعمته وقلت انا تمام. يعني هذا ده كل الناس فاكره، لكن صح. انا حزين صح. اولا اللي قاله المهندس محمود طاهر يا اما هو في غيبوبه يا اما دخل في غيبوبه. الجلسه اللي قررنا فيها الغاء الهبوط كان حاضر الاستاذ محمد عبد الوهاب على يميني، اسف على شمالي، ووافق. والمهندس شريف حبيب على يميني ووافق. بس انا مهندس شريف حبيب هنا طلع معايا قال لي انا مش موافق. وافق واللي بقول لك اسمع وافق. هو بيكذب تاني، بقول لك بيكذب ده على الهوا. انا بقول لك بيكذب تمام لانه وافق. انا مش في غيبوبه وانا ماليش مصلحه عشان اقول ده يمين او شمال. انا الجلسه اللي فاتت دي اللي قبليها مهندس شريف حبيب لم يتحفظ، ولكن كل تحفظه ان يتم اعلان القرار قبل نهايه الموسم. واخد بالك؟ فانا مش عايز استهبال ولا استعباط. دول رؤساء ناديه كبار، انديه كبيره محترمه، عيب انهم يطلعوا يكذبوا. طب حضرتك هتعمل ايه دلوقتي يعني؟ لا انا ولا اليوم خلاص يا بيه، الكلام ده انتهى. لكن انا بس عيب انه اللي بيحصل ده، وعيب لغه التعالي اللي محمود طاهر بيتكلم بيها. دي لغه تعالي مرفوضه. نادي الزمالك ما يقلش عن النادي الاهلي شيء. دول ناديين كبار، احنا بنحترم النادي الاهلي وجماهيره واعضاء مجلس ادارته وفرقه واجهزته الفنيه. فالطريقه اللي كان بيتكلم بيها دي طريقه فيها تعالي، ومش طريقه بس، لكنه للاسف الشديد لما انا خدت ميعاد من وزير الداخليه اللي ما كانش يقدر يخش مكتبه، يعني بقول لك ما كانش يقدر يخش، انا اللي خدت الميعاد. لجنه الانديه كلنا رحنا ميعاد النادي الاهلي، وراحوا بعدينا بحوالي اسبوعين قالوا نفس اللي احنا قلناه. ولما طلبوا من السيد وزير الداخليه، انا بقول لك بقى اللي حصل جوه، لما طلبوا من السيد وزير الداخليه ان يعمل ماتش افريقيا بالفريق الافريقي اللي جاي مع الاهلي بجمهور، قال له اذا كان الزمالك اللي ما عملش مشكله احنا رفضنا جمهوره في افريقيا. صح. خلاص. فما ينفعش التعالي ده. اتنين، امبارح كان في اجتماع لجنه انديه واجتماع مصيري ومهم، خدنا فيه قرارات مهمه زي ما انت قلت قبل كده. واخد بالك؟ النادي الاهلي ما جاش. كلمت محمد عبد الوهاب، واخد بالك، قال لي ده طاهر الشيخ في الطريق ما حضرش. مش عايزين استهبال بقى واستعباط. لو هم مش قد هذا النادي العريق الكبير اللي اسمه النادي الاهلي يمشوا. كلامي واضح. طب هو يا فندم بيستند الى ان يعني هو قال دلوقتي، ما اعرفش حضرتك سمعت التقرير ولا لا، هو قال انا هتمسك باللائحه القديمه او لا يا فندم. الكلام ده اتعرض وكانت وجهه نظر اتحاد الكره عرضت في الجلسه اللي فاتت. مش دي قرار الهبوط، ما كانش الجلسه دي بتاع امبارح، كانت اللي هي من اسبوعين. تمام. اللي حضر فيها محمد عبد الوهاب. حضرته ما قالش الكلام ده ليه؟ صح. الجلسه اللي فاتت كنا ما قالش حاجه خالص يا فندم، يعني حضرتك اثرتوا هذا الموضوع، ما قالش انا لا مش موافق ولا حاجه. ثاني هو بيه صوتنا رفعا بالايدي اللي موافق على الغاء الهبوط، وصوتنا رفع ايد على اللي مش موافق على الغاء الهبوط. لما قلنا اللي موافق على الغاء الهبوط الكل رفع ايده بلا استثناء. تاني بقول اهو بلا استثناء. حضرتك قلت بالاجماع فعلا في المداخله اللي فاكر معايا هنا. ومش عايز استهبال من ناس كبيره. المفروض رئيس نادي المقاولين ده نادي كبير وعريق يا اخي، ده الرئيس اللي قبلك ده رئيس وزراء. واخد بالك؟ وبعدين ده انت يا مقاولين كنت بتقع. مع احترامنا لكل الناس دي طبعا يا سياده المستشار. نعم؟ مع احترامنا يعني كل الناس اللي انا بقول لك المقاولين كان بيقع وبيهبط وكل الناس وقفت معاه عشان يطلع. لكن انا بقول لك انا ايه مصلحتي انا لما اجي اقول لك في برنامج انه بالاجماع، واخد بالك، وهم اصلا بالاغلبيه، ما هتفرق معايا ايه؟ ما هو عشان الناس هم بس يبقوا عارفين. تمام. الاغلبيه زي الاجماع. بمعنى لو انت عارف انت كنت قاعد مجلس اداره، لو صوت واحد فارق خلاص القرار بتاع كل الناس كلها. صح. يعني مش هيفرق معايا. انا بقول لك تاني، انا قاعد محمد عبد على شمالي، احنا قدامنا صوره من الاجتماع ده يا فندم، استاذ محمد جنب حضرتك على اهو على شمالي، يعني زي ما شايف كده مظبوط. والاخ شريف على يميني مظبوط. مفيش حد، بقول تاني اهو، مفيش حد اعترض. تاني كلامي واضح. الاخ جاي شريف كان متاخر. لا لو انت طلعت بالكاميرا كده هتلاقيه قاعد جنب سياده اللواء. هي بقى الكاميرا ده مصور، يعني هنحاول نجيبها دلوقتي بالظبط. طب هسال حضرتك سؤال بعد اذن حضرتك. انا بقى يعني بص، المفروض احنا كبار خلاص. وبعدين حضرتك النهارده زعت الخبر بتاع اولا لجنه الانديه كلها كانت بتتكلم عن البث وما خدوش فلوس. انت عارف النهارده انا مدخل لهم كام مليون الصبح النهارده؟ 5 مليون. 5 مليون من البث. 5 النهارده الصبح. لما قلت كاميرات التلفزيون مش هتدخل الاستاد بتاع اسكندريه تذيع تنقل ماتش المحله والاهلي الا زي الفلوس اندفعت، بعتوا النهارده الصبح 5 مليون.
خلاص. ده كويس وبقول جدا. تاني ما كانش ليه، انا طبعا مع احترامي كل رؤساء الانديه، لكن كانوا عايزين قوه. تمام. النهارده لما يبقى في اجتماع امبارح ما يحضرش النادي الاهلي، مع اجتماع وزير الداخليه ما يجيش النادي الاهلي، اسكندريه جت، سموحه جت، النادي الاهلي ليه التعالي ده؟ ايه يا محمود يا طاهر ده في ايه؟ في ايه؟ انا مش فاهم. لا النادي اللي شوف كل ما النادي كبر المفروض المسؤول عنه يبقى اكثر تواضعا، واخد بالك. وبعدين امبارح انا كلمت محمد عبد الوهاب، هو صاحبي جدا، دكتور محمد قال لي انا بحضر نهائي اليد، كان الاهلي واعتقد معرفش فريق كان بيلعب النادي الاهلي والنادي الاهلي فاز، مبروك، واخد بالك. فانا قلت له اليد طاهر ابو الشيخ، طاهر الشيخ ما جاش، طاهر الشيخ يعني انت حضرتك لا عايز تحضر ولا عايز، وبعدين انت وافقت. الجلسه بتاع امبارح انت عارف دايما مجلس الاداره بيصدع على الاجتماع اللي بعده، تمام، على الاجتماع الاجتماع اللي قبله. فاحنا امبارح كنا بنصدع، ناقشنا كل القرارات اللي محمد عبد الوهاب حضر فيها، من بينها بند الغاء الهبوط تاني، بند الغاء الهبوط، وبالاجماع تاني بقى، هو بقول لك اتوافق على الغاء الهبوط بالاجماع امبارح للمره الثانيه. خلاص. لما يجي محمد عبد الوهاب يقول لك اصل انا والاخ محمود طه ما حضرتش، لا محمد عبد الوهاب حضر في الجلسه اللي خدنا فيها القرار، لكن الجلسه بتاعت امبارح اللي احنا صدقنا. طب هل هيحصل مثلا تليفون من حضرتك للمهندس محمود طاهر ولا خلاص؟ يا بيه المهندس محمود طاهر لما الولاد بقى وعد الاولاد اللي بيشاوروا النادي الاهلي، واحنا رايحين نعمل مبادره بوزاره النادي الاهلي وشتمونا وقل ادبهم، وقلنا مش هنخش النادي الا اذا النادي الاهلي قال الولاد دول مش محسوبين علينا، ومستنيين المجلس اداره الاهلي يطلع بيان، ما طلعش بيان، واخد بالك. في الوقت اللي احنا بنقول النادي الاهلي مجلس ادارته شرفنا في اي وقت، لان ده بيمثله نادي محترم، واخد بالك. وبرجع بقول تاني، يا اللي كلكم عاملين صالح سليم، مرتضى محامي اسره صالح سليم، وزينب هانم زوجة صالح المرحوم صالح سليم، وكل ما عندي في المكتب. فقصه تماحيك دي بقى خلاص. انا النهارده لما جمهور الزمالك طلع، وانت فاكر لما شتم ممدوح عباس وخصمي، انت عارف عملت ايه؟ من 3 ايام دي. نعم من 3 ايام تعليمات الغي التدريب بره. صح مظبوط. حاجه محترمه. فانا لما اطلع واقول يا محمود يا طاهر يا مجلس اداره الاهلي، يا لا انا كنت متفائل بيكم، خلاص بقول لكم في اولاد عندكم شتمونا على المواقع وقالوا مرتضى منصور لو دخل النادي الاهلي مش عارف هنعمل ايه وايه، تمام. طبعا محدش يقدر يعمل حاجه، كلمه يعلقه من رجليه، خلاص. وقلت انا هاجي لك مستني بيان منك تقول ان الكلام ده مش محسوب وما يتحسبش على النادي الاهلي، والنادي الاهلي بيرحب بمجلس اداره الزمالك، ما حصلش منك يا محمود يا طاهر الكلام ده، واخد بالك. فاحنا ايه داخلين في سكه ده سكه ثانيه يعني. لما الاخ حسن حمدي حصل له مشكله وكل بتوع الاهلي ضربوا فيه تقريبا، الوحيد اللي طلع قال لا حسن حمدي محتاج حد يطبطب عليه في الظروف دي هو انا. برغم ان اكتر واحد انتقدت حسن حمدي لما كان رئيس نادي الاهلي. فالكلام اللغه حتى اللي بيتكلم بيها محمود طاهر ورفعت مناخيره لفوق ما تنفعش تتعمل يا محمود يا طاهر، بعد اذنك. خلصت كمان، ده كلام الحزب الوطني وخلص من زمان، ما ينفعش. طيب. وانا راجل بحترمك وبقدرك، ومعظم اعضاء مجلس ادارتك اصدقاء، محمد عبد الوهاب صاحبي وعندي في المكتب على طول. معلش يا فندم عشان عندي فاصل اذان، لا اتفضل الاذان. لكن انا بقول لك سؤال واحد بس، سؤال واحد سريع، سؤال واحد سريع يا فندم، لكن بسرعه كده. الاجتماع بكره بتاع مجلس الوزراء اللي بيحل بكل مشاكل الانديه، لا النادي الاهلي كان عنده فكره عنه ولا اتحاد الكوره. انا اللي قابلت رئيس الوزراء وانا اللي حددت ميعاد وانا اللي طلبت من اتحاد الكوره يحضر معانا، وكل رؤساء الانديه يحضروا معانا، عشان مش القصه مش مرتضى منصور يظهر في الصوره. طيب. انا عايز كل الانديه تشارك في المسؤوليه. الاهلي يا فندم لو ما دخلش في لجنه الانديه في الموضوع بتاع الغاء الهبوط ده مثلا، هل هيؤثر على قراراتكم ولا الاهلي نادي جامد برضه يا فندم، والاهلي ليه جماهيره وليه احترامه وليه قوته؟ اتفضل. القرار بالاغلبيه، قرار باجماع، قرار صدر. لو اتحاد الكوره ما نفذوش الانديه كلها مش هتلعب. انا بجيب لك من الاخر، ده قرار الانديه كله مش هنلعب خلاص. وبعدين بيقول لك مجموعه واحده، انا اسف بسرعه كده قبل الاذان، مجموعه واحده، ده احنا عاملين مجموعتين عشانك يا نادي اهلي. ده احنا المشكله انت، هو المشكله عندي؟ المشكله عندك انت اللي عامل مشكله مع النادي المصري. فبنحاول نجنب ولادنا يحصل صدام تاني، تحصل مشكله عيال يموتوا. فالمشكله انت صاحب المشكله، حل مشكلتك، انت اللي تحل مشكلتك مش احنا. انما احنا كلنا متكاتفين عايزين نحل مشكله الالتراس الاهلي والشهداء والضحايا اللي حصلوا، عشان مش عشانك انت كمجلس اداره، عشان جماهير الاهلي المحترمه. تقول لا انا عايزها مجموعه واحده، يعني تلعب مع المصري تلعبوا في مجموعه واحده وتحصل كارثه تاني. حل مشكلتك الاول. يعني النهارده لغه التعالي اللي اتكلم فيها لجنه الانديه هتعمل كل ما هو اتخذت بالاغلبيه، مش يعني مش بالاجماع. تاني بقول لك القرار خلاص. بالاجماع. تمام يا فندم. نحضر الاجتماع بالاجماع. تمام يا فندم. انا بشكرك. واتمنى يا حازم ان كل راجل مسؤول عن نادي كبير يبقى على قد مسؤوليه هذا النادي الكبير. ان شاء الله يا فندم. بشكرك شكرا جزيلا.